تعالي بقى اقول لك ازاي تعملي الكبده الاسكندراني بكل تكاتها. هاتي الكبه بتاعتك، انزلي بقرنين فلفل حراق، وبعدين انزلي بقى بفصوص توم. انا طبعا حطيت معلقه توم مهروس عشان انا فارمه التوم بتاعي، وانزلي عليه بنص معلقه ملح، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره ناشفه ودي التكه بتاعتك، وبعدين انزلي عليه بمعلقتين كبار من الخل، وانزلي عليه بنص عصره ليمون، نص ليمونه. ده كله في الكبه. يبقى انا حطيت التوم بتاعي، حطيت عليه قرنين فلفل حراق، تقدري تستبدليه بفلفل عادي لو انتوا مش بتحبوا الحراق، وحطيت عليه نص معلقه ملح، نص معلقه كزبره، نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسمر. ضربت ده كله في الكبه بتاعتي، بعدين نزلت عليه في الكبده بتاعتي، قلبته كويس كده كده مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. تقدري تحطي الوصفه دي كده مع بعضها نص ساعه في التلاجة، وتقدري تعمليها على طول. جبت طاسه، نزلت فيها 3 4 معالق من الزيت، انتوا عارفين الكبده بتحب الزيت، سبتهم يسخنوا جدا جدا، وبعدين نزلت عليهم بالكبده بتاعتي، اديتها كده تقليبه شويه كده لغايه لما الكبده بتاعتي نزلت ميتها. وبعد ما اديتها تقليبه كده رايح جاي زي ما احنا شايفين، هنزل عليها بايه يا جماعه؟ بعد ما اديتها تقليبه كده رايح جاي زي ما احنا شايفين، هنزل عليها بقرن فلفل كده انا مقطعاه، عشان يبقى انا بحب الكبده يبقى فيها فلفل كتير. وبعد ما قلبتها كده رايح جاي مع الفلفل، هسيبها شويه يا دوبك بس الفلفل ياخد سنه كده، وبعدين قبل ما اطفي عليها هنزل عليها بالتكه بتاعتي التانيه، هنزل عليها بنص ليمونه وهي على النار. وكده بقى الكبده بتاعتي كانت خلصت. بصوا مفيهاش اي حاجه، عايزه اقول لكم بتبقى تحفه وطعمها جميل جدا، وتشمي بقى ولا اجدع عربيه كبده تاكلي من عليها كبده. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها جميل جدا جدا، وريحتها روعه جدا. في ناس طبعا بتعمل الوصفه دي مع الكبده البلدي، والناس بتعمل الوصفه دي مع الكبده العاديه. تمام، الاتنين بيتعمل فيهم مفيش اي مشكله. وبكده النهارده الكبده بتاعتي كانت خلصت. يلا بقى هاتي عيش فينو وايه، يلا اعملي سندوتشاتك. عايزه اقول لكم احسن بكتير وانضف كتير من ان انت تجيبيها من بره. لو عجبتكم وصفتي ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، وربنا يحسن ما بين ايديكم.